أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن حملة الاختطاف التي تتعرض لها الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري والتاريخ الجزائري، لدرجة صاروا ينسبون نجاح الثورة واستقلال الجزائر إلى أنفسهم. هذه الجزائر التي لا يعترفون بها قبل سنة 62، من جهة يقولون بأن لهم الفضل في استقلال الجزائر، ومن جهة لا يعترفون بهذه الجزائر قبل سنة 1962. أنا هنا طبعا لا أدعو إلى رد الفعل بنفس الشكل كما قلت من البذاءة والسخافة والحقارة وقلة الأدب. لا أدعو كذلك إلى التعرض إلى أعراض الناس ورموزهم وشرفهم، لكنني أدعو الشعب الجزائري كله، أقول كله بكل أطيافه، إلى الفعل والانخراط في الدفاع عن قيمنا ومبادئنا وشرفنا وقيمنا وهويتنا وثورتنا ومكتسباتنا وأجيالنا السعيدة. أدعو بالدرجة الأولى النخبة، أدعو المثقفين، أدعو المؤرخين، أدعو الكتاب والأدباء الشعراء والممثلين وحتى الفنانين والرياضيين، وأدعو بالدرجة الأولى كذلك المؤثرين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للانخراط في عملية، خلينا نسميها عملية التوثيق، وإعادة النظر كذلك في العديد من المصطلحات التي كنا نستعملها في منظومتنا التربوية والدراسية. نعود النظر في الكثير من المصطلحات التي كنا نستعملها عادة على نياتنا طبعا، ويستعملها غيرنا بخبث كبير وكبير جدا. بشكل دقيق أريد من خلال هذا الفيديو أن أدعو بالمناسبة مؤسسة الدولة، خاصة وزارة التربية والتعليم، إلى إعادة النظر في المقررات الدراسية. أنا قلتها من زمان ونكررها اليوم، خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا، دون خجل ودون تردد ودون رحمة إن اقتضى الأمر. من خلال وزارة التربية أدعو كل المؤسسات للقيام بواجبها، بما في ذلك وزارة الاتصال، من خلال وسائل الإعلام وفتحها لهؤلاء المثقفين والمفكرين والكتاب والمؤخرين لكي يخرجوا إلى الشعب الجزائري بكل ما يجب أن يقولوه عن تاريخ شعب عظيم وتاريخ بلد عظيم. أدعو وزارة الثقافة من خلال مراكزها ومديرياتها ونشاطاتها أيضا إلى رد الاعتبار للهوية الجزائرية الثقافية. وزارة السياحة بكل ملافقها كذلك. وزارة الشباب والرياضة بدور شبابها بأنديتها وجمعياتها ونخبتها ورياضيها ومدربيها وإداريها وكلهم. أدعو أيضا بالمناسبة لما لا وزارة الدفاع الوطني ووزارة المجاهدين بمجاهديها وبمتاحفها وموروثها الثقافي الثوري. وأدعو كذلك وزارة الشؤون الدينية من خلال مساجدها التي تعتبر واحدة من المقومات والعوامل التي تساهم في بناء الشخصية، بالإضافة إلى الأسرة والشارع والمدرسة. المسجد أيضا عنده دور على غرار دور المنظمات والجمعيات التي ينتمي إليها كل طفل وكل شاب جزائري. علاش؟ لأنه تيقنا وبدأنا نتيقن كل مرة أنه لو تضعف الجزائر وتسقط سيتكالبون عليها كلهم. لذلك علينا أن نتجند، علينا أن نكون أقوياء، وعلينا أن ندعو ليكون جيشنا قوي وقوي جدا. كلما اقتضت الضرورة ذلك، وجبهتنا الداخلية أيضا تكون قوية جدا. للأسف الشديد التكالب لم يقتصر على الغريب كما لاحظتم في الآونة الأخيرة، بل تجاوزه إلى القريب الذي تجاوز بدوره كل حدود اللباقة والأدب والأخلاق، تجاوز كل حدوده في الفجور وفي الافتراء وفي الكذب. طبعا هذا من دون مقابل، هذا ليس من دون مقابل. توعية ضرورية، حبيت نقول اليوم تقوية الجبهة الداخلية أيضا ضرورية. قيام كل مؤسسة وكل جماعة وكل فرد بواجبه كلهم في مجال اختصاصه صار ضروري أيضا، لأن الهجومات في الجهة المقابلة اتضح بأنها منظمة، اتضح بأنها ليست عفوية ولا بريئة تماما، تجاوزت كل الحدود، وحان الوقت لكي نضعها عند حدها في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأخلاقي اللازم الذي يتحلى به كل الجزائري. في نهاية المطاف أنا أتصور مثل ما أشار لزميلي اللي نحييه بأننا في حرب. الحرب لا تعني فقط استعمال السلاح العسكري، نحن في حرب وجب النفير للقضاء على أوهام من يعتقدون أيضا بأن الطيبة ضعف، لأن طيبة الجزائريين ليست ضعف. مرة أخرى لا أدعو إلى التهكم، بل أدعو إلى الدفاع، وأدعو إلى الالتفاف حول بعضنا البعض، لأننا نملك رصيد ونملك تاريخ ونملك ثورة ونملك حضارة ونملك شهداء ومجاهدين ورجال ونساء حتى أطفال قاموا ويقومون بواجبهم من أجل وطنهم، بغض النظر عن السياسات وبغض النظر عن الأشخاص، لأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن تزول بيننا كل الخلافات وكل الاختلافات. نحن في حرب، وأنا مع فكرة من يعتقد بأننا وصلنا إلى درجة اللا عودة، لأننا انتظرنا كثيرا واعتقدنا بأن الحملة مؤقتة وستزول مع الوقت. اتضح بأنها مقننة ومسيسة ومحضرة كما ينبغي ومؤطرة كما ينبغي، تريد أن تمس عمق الشعب الجزائري وعمق المجتمع الجزائري في حضارته، في تاريخه، في شرفه، وفي مقوماته ومبادئه، تريد أن تمس أجيال الصاعدة وتؤثر عليها. هذا كان ندائي الأول. أكيد سأضطر مرات عديدة
تسجيل فيديوهات من هذا النوع لكي ألفت الانتباه والنظر إلى هذه الحرب التي تشن علينا، التي لا نريدها، ولكن يبدو أننا مضطرين لكي نخوضها سلميا طبعا، نخوضها بتقوية أنفسنا بالدرجة الأولى، وحماية بلدنا بالدرجة الثانية، بالوسائل السلمية والحضارية، بالقلم، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أدعو كل الجزائريين إلى فتح حسابات في كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ذكر على الأقل اسم الجزائر والاعتزاز بذلك. شكرا لكم مرة أخرى، عيدكم سعيد مبارك، كل عام وأنتم بخير.